انا عايزه اكل محشي. ودي بقى اخرة الام اللي تسأل اطفالها هناكل ايه النهاردة. الاساتذة صحيوا من النوم عايزين ناكل محشي. انا ما كانش في دماغي اعمل محشي وما عنديش مكونات محشي، بس بصراحة كان لينا فترة كبيرة ما عملنا محشي. قلت لهم طب جيبوا لي طلبات المحشي في 3 دقايق بالظبط كانوا جايبين لي الطلبات. تعال نشوف مع بعض الطلبات فيها ايه. اول حاجة فتحنا كيس الخضرة، لقينا كزبرة ما لقيناش شمار، كان الشمار خلصان. بعد كده جيبولي كيلو باذنجان اسود، انا ما بحبش الباذنجان الابيض. جيبولي كيلو كوسة، بس جميلة كوسة ما شاء الله، صغيرة وجميلة وخضرة وحلوة كده. جيبولي كيلو فلفل، طبعا اكتر حاجة احنا بنحبها في البيت هي الفلفل. الباقي بقى ليه محبين، يعني في ناس بتحب عندي الكوسة وفي ناس عندي بتحب البتنجان. انا شخصيا بحب البتنجان، اما عيالي في واحد بس بيحب الكوسة، لذلك احنا مش هنعمل كوسة كلها، احنا هنعمل نصها بس. اما الفلفل هيتعمل كامل لان طبعا كلنا بنحب الفلفل، ده لا اعتراض عنا في البيت كله. بالنسبة للبامية احنا برضو النص ده هنعمل مني ربع، لان ما فيش غيري بياكل البامية، فبالتالي هعمل طبق صغير على كدي، لان انا بطبيعتي ما بحبش الاكل يبات او ما بحبش الاكل يتاكل بعديها بفترة. بحب اعمل الاكل وجبة بوجبة. عند ما خلصت وجبة الغدا خلاص بغسل مواعيني وموضوعه خلص. ما بحبش بقى يقعد بواقي عندي لغاية بالليل او تاني يوم، لان بطبيعتنا ما بنحبش ناكل الاكل وقعد. هنبتدي بقى نفضي الخضار معانا في السلات عشان نبتدي نغسل فيه. فضينا الكوسة، فضينا البامية. البامية طبعا هنغسلها غسلة نظيفة وهنركنها على جنب لغاية ما تنشف. بعد كده هنفضي البتنجان، وطبعا كانت المفاجأة الكبيرة ليا في البتنجان بصراحة، ابص الاقي واحدة صغيرة واحدة كبيرة، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. مفروض هو طبعا اللي نجى كان نجى البتنجان كله صغير، بس هم عشان صغيرين معرفوش. فانا بقى الشعب المصري بيقول لك ايه، تصرف. احنا شعب نعرف نتصرف في اي حاجة، فانا هوريكم اتصرفت في البتنجان ازاي. بعد كده هنكب الفلفل. الفلفل ما شاء الله كان جميل، وهنبتدي نغسل فيهم ونركن جنبي، نغسل فيهم ونركن. هنبتدي اول حاجة بتجوير البتنجان. بنشيل بتاع الخضرة من فوق دي، انا بصراحة معرفش اسمها يعني. تمام، طبعا البتنجانة دي كانت صغيرة مش هتحتاج تتقسم. بنجور البتنجانة. طبعا انا بستخدم المجوار التقليدي العادي ده، ما بحبش الفيونكة ده خالص. انا مش ضد التجديد، بس انا بحب الحاجة اللي اتعودت عليها، هو المجوار بتاعنا العادي ده. هنا طبعا البتنجانية كانت كبيرة، فهنعمل ايه، هنقسمها بالنص بحيث ان هي تتحول لبتنجانتين قطعتين، وهنجورها عادي زيها زي الصغيرة، والله بتبقى جميلة وشكلها شيك خالص. وهنا الجيش بيقول لك اتصرف، تطلع حلوة بصراحة. هعمل واحدة تانية عشان تشوفوها كانت طويلة ازاي وقسمناها بالنص. هنبتدي نجور البتنجان وهنكمل مهمتنا في التجوير بالشكل ده كله لغاية ما نخلص الكمية كلها بتاعت البتنجان. احنا زي ما اتفقنا لو كنتوا فاكرين، احنا مش هنعمل بتنجان كتير، يعني هنعمل نص الكمية عشان ما بيفضلوش، يعني واحد بس اللي بيحبه. تمام، بجانب انا اللي بحب البتنجان يعني. فكده احنا خلصنا كمية اللي احنا هنشتغل عليها، هنركنها في طبق على جنب. بعد كده هنبتدي نجور الكوسة، برضو الكوسة نفس النظام، مش هنعمل كمية كلها لاني برضو فرد واحد عندي اللي بيحب، فاحنا هنعمل كام واحدة على الكد. جورنا النص وشيلنا الباقي. بعد كده جبنا البتنجان حطينا في مية، حطينا له ملح عشان خاطر البتنجان من جوه ما يسودش، لغاية ما خلص بقى الفلفل والتسبيكة وده بيقعد في المية، وفي نفس الوقت طعم البتنجانة نفسها يكون ملحها حلو متعادل. بعد كده هنبتدي نحشي الفلفل، هو اخر نوع محشي حاليا عندي، وهو طبعا المحشي المفضل الى قلبي، اكتر المحاشي اللي انا بفضلها. تقريبا البيت كله بيحب الفلفل اكتر حاجة، واحنا قلنا قبل كده هنعمل كمية كاملة، الكيلو كامل. هنبتدي بحد السكين نطلع راس الفلفلاية من فوق، بنعملها زي فيونكة كده،
بحد السكين بندورها دور داير ونروح ساحبينها مرة واحدة كده، هتطلع الفلفلاية كاملة من غير ما تتكسر معانا. هنكرر الحركة دي لغاية ما نخلص الكمية كلها بتاعة الفلفل. هناخد الفلفل بعد كده نغسله عشان البذور من جوا. وكده بقى احنا خلصنا الكوسة وخلصنا الفلفل وخلصنا البتنجان. هنركنهم بقى على جنب. هنبتدي نسخن للمحشي. عندي هنا المحشي طبعا اني ما شاء الله يعتبر 2 كيلو، نص ونص وكيلو، فاحنا هنعمل 6 بصلات حلوات يكونوا. انا عندي بصل احمر، مش عايزة اقولكم ده كان يوم النواقص. كان انا بصراحة بحب في اكلي دايما البصل الابيض، لاني في التسبيكة بيبقى طعمه حلو خالص. بحس الاحمر ده بيبقى مش يعني تسبيكة الاحمر مش زي تسبيكة الابيض، بس فيها دي ما كانش متوفر ابيض فعملنا بصل احمر. خلصنا فرمناه في الكبة، حطينا شوية ملح، بعد كده حطينا حلة على النار، حطينا فيها معلقتين من السمنة ونزلنا بالبصل. بعد كده هنحط توابلنا الحلوة. اهم حاجة في الاكل التوابل يا جماعة، انا بعشق التوابل. بحط ملح، بحط فلفل، وبحط كزبرة. وبرضو ما بحبش يعني التزويد في الحاجة، يعني ما بحبش الثوم البودرة والبصل البودرة والكلام ده في المحاشي، ولا بحب خلطة المحشي. معرفش، انا ما بقتنعش بيها، ما بحبش ريحة الجنزبيل فيها. تمام. لو لاحظتوا انا حطيت قطعتين من الدهن بتاع اللحمة عشان يسيح في البصل بحيث يديني لمعة في المحشي. لغاية البصلة بتاعتنا ما تبتدي تتسبك على النار وتدبل، هنقطع البامية كده، احنا بميتنا نشفت. هنبتدي نقطع. طبعا انا قسمت الكمية، اخدت الكمية اللي على الكد ما هطبخها وشلت الباقي. هفرم الطماطم وجهزها لاني عندي البصلة بتاعتي بدأت تاخد اللون الاحمر، فهجهز الطماطم بتاعتي واركنها على جنب. قلبنا البصل وجينا هنعمل ايه؟ هنيجي نعمل حركة انا بحبها عن نفسي في اي تسبيكة. هكون في الكبة عاملة شوية توم وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر. بصراحة بيخلي ريحة البصل تبارك الرحمن، حاجة الله اكبر، جميلة خالص. دي دايما بعملها في اي تسبيكة. بعد ما البصل بيبتدي يستوي اروح حاطة معلقة التوم واروح كب عليه الطماطم. بصراحة بيخلي ريحة الصلصة والتسبيكة في عالم تاني. خلصت التسبيكة بتاعتنا واستوت. بعد كده بننزل بالخضرة. وطبعا عندي غسلت الرز وسبته لغاية ما ينشف. هننزل بالرز. انا عندي المقدار هنا اخد كيلو رز، قعدت اضيف شوية بشوية. تمام. قلبناه في بعض. هنحط حتة كزبرة ناشفة، وهنحط سنة فلفل بس مش هنكتر فلفل لان احنا حاطين فلفل اسود وحاطين فلفل اخضر عشان برضو دول اطفال، ما ينفعش يبقى حراق زيادة عن اللزوم. هنبتدي نحشي اول حاجة الفلفل. طبعا ما بنملاش الفلفل للاخر عشان يبقى مفرغ وما بنضغطش عليه احنا وبنملى، لا بنسيب فراغات عشان الرزاية تبقى مفلفلة من جوا، ما تبقاش معجونة. هو مش كبس وخلاص. التكة بتاعتي بقى في البتنجان. انا بعد ما بحشي البتنجان بحب احمر البتنجان في نقطة زيت. طب ليه؟ عشان خاطر البتنجانة ما يبقاش من بره الجلد بتاعها شديد، وفي نفس الوقت الحركة دي بتخلي البتنجانة بتدوب دوب. مجرد ما بتستوي اول ما بتاخدش نار، ثانيا في الاكل بتبقى زي الزبدة. انا دايما في اي بتنجان بعملها سواء ابيض او اسود. بعد كده هنبتدي نزود الشوربة بتاعتنا على النار. طبعا انا من ما خلصت المحشي كنت اصلا حقيت لحمة في حلة الضغط واللحمة استوت. هنبتدي نزود المحشي. طبعا انتوا عارفين المحشي ما بيتزودش مية كتير، بيوصل لغاية نص الحلة. طبعا انا مش هزود برضو خالص، يعني ما بوصلهاش للنص لاني هزود لها حاجة تاني. هنا حطيت معلقتين توم على النار، وحطيت طماطمية واحدة بس كنت مزودها شوية مية، وهبتدي احط على المحشي من فوق. بصراحة بتخلي المحشي في مكان تاني، وبتدي ريحة وطعم وهم.
وفي نفس الوقت بتخلي لون المحشي روز كده، ما بيبقاش اللون الفاتح ده. طبعا احنا عملنا البامية لغاية ما المحشي استوى، وبعد كده هنطش البامية بتومة بفلفل اخضر وفلفل احمر. كده هنكون وصلنا نهاية الفيديو. ان عجبك الفيديو نعمل ايه كيونة؟ لايك واشتراك لايك واشتراك، هاتوا الجرس. كنتم مع صناعة السعادة أم كيان.